العشم ما بيكسرش، هو بس بيفضل ياخد منك لحد ما يسيبك فاضي، وتكتشف متأخر إن أكتر حاجة وجعتك إنك كنت مدي لحد أكبر من قيمته جواك. في حاجات بنحسها قبل ما نفهمها، وفي ناس بنتعشم فيهم من غير ما ناخد بالنا، ولا هم قالوا إنهم سند ولا إحنا سألنا هتقدر تسندني. العشم مش وعد، ده أمل هادي بيتسحب على طراطيف صوابعه ويديك إحساس إنك مش لوحدك، لحد ما تكتشف فجأة إنك فعلا لوحدك. لو قاعد على الكرسي دلوقتي، موبايلك في إيدك وعينيك متعلقة بشاشة بتنور وتطفي، كتبت الرسالة، وقفت ورجعت مسحت، مش عشان خايف من التعبير، انت خايف من الرد، خايف من الصمت اللي بعد الرسالة، خايف من الحقيقة اللي يمكن انت عارفها من زمان. العشم بيقولك ابعت، وعقلك بيقولك بلاش، وانت واقف ما بين الاتنين عند اكتر مكان بيوجع. العشم مش شعور، العشم بداية سؤال: هو انا فعلا مهم؟ الحقيقة العشم مش حاجة بنختارها، هو بيتولد من تفاصيل صغيرة أبسط من إنها تتحسب، وأكبر بكتير من إنها تتنسي. كلمة اتقالت في وقت مناسب، ضحكة حسيت إنها ليك، اهتمام بسيط لكن أنت خزنته كأنه هدية. والمشكلة إنك خدت التفاصيل دي وعملت منها حكاية كاملة، حكاية ما بنتهاش معاه، اتبنت جواك أنت بس، وكبرت جواك إحساس إن وجوده سند، إنه هيشيلك، إنك محسوب عنده. مع إن اللي منعك تفكر إنك عمرك ما سألت نفسك: هو قادر يشيلني؟ طب هو عايز؟ هو أصلا شايفني؟ وبعدين جه اليوم اللي احتجت لحد فيه، حد يسمعك، حد يسندك. ما لقيتش، بعدت، وبعد ما بعدت الدنيا وقفت. الصمت اللي جه كان صريح جدا، صريح لدرجة توجع. الصمت ساعات بيكون أوضح بكتير من الكلام، أوضح من أي وعود، وأوضح من العشم. فقت، بس فقت متأخر، من غير زعل، من غير كره، بس بوضوح. ساعتها قلت لنفسك: أنا ما اتعلقتش بيه، أنا اتعلقت بنسخة في خيالي، واللي شد قلبي ما كانتش حقيقته، كانت الصورة اللي أنا رسمتها وصدقتها. كنت بتتسند على حد هو أصلا مش موجود جواك، مش لأنه وحش، لكن لأنه مش مستعد يشيلك، ويمكن هو حتى مش قادر يشيل نفسه. ساعتها هتفهم إن المشكلة مش إنك تعشمت، المشكلة إن العشم كان واخدك بزيادة. في اللحظة دي بيتولد جواك هدوء، هدوء وجع مش هدوء راحة. بتقول لنفسك: كفاية، كفاية لحد كده، مش هفضل أدي لحد مش حاسس بقيمتي. ووقتها الوجع مش بيختفي، هو بس بيسكت، بيسيب علامة جواك ويقف يتفرج عليك وانت مكمل. وترجع تبص على اللي فات، على كل التفاصيل اللي بنيت عليها مشاعرك وعشمك، وتعرف الحقيقة: العشم مش غلطة، العشم إنسانية، بس وجودك مش المفروض إنه يكون متعلق بحد. اديت من قلبك، واللي بيدي عمره ما بيخسر. الخسارة الحقيقية عند اللي معرفش قيمة اللي تقدم له. لكن لازم تعرف امتى تتعشم في حد يستاهل، ومن اللحظة دي اتعلم تتعشم في الشخص اللي وقت ما تحتاجه تلاقيه. في ناس بتدي من قلبها من غير ما تستنى تاخد، مش تتهرب منك وقت ما تحتاجها. ولو حد وجعك افتكر، مش كل اللي وجعك كان قاصد. في ناس وجعتك عشان انت شفت فيهم اكتر من قيمتهم، وده هو الغلط. وفي الاخر مش مهم مين كمل، المهم مين فضل جواك إنسان.
لو الحكاية دي لمستك سيبها تكمل طريقها، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، يمكن المعنى اللي مستنيك يكون في الحلقة اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.